الغريبة من أسهل الوصفات اللي ممكن نعملها، وما تقلقوش منها خالص، ومش هتبوظ مننا نهائي، لأن هي تقريبا مكوناتها ثابتة ما بتتغيرش. مش هنقدر ان احنا نفتكس فيها او نعمل فيها شغل جديد خالص. لا، هي حاجة واحدة وسوى واحد، وكل حاجة فيها قمر زي ما انتم شايفين قد ايه. طرية جدا وبتدوب في البق قوي، ومن اقل حاجة كده عارفين بتتكسر يعني. طبعا المكونات بتاعتنا هما زي ما قلت لكم 3 مكونات، اسهل مما يكون: كوبايه من السمنه، كوبايه الا ربع من السكر البودر، وكوبايتين او كوبايتين وربع من الدقيق. طبعا على حسب الدقيق اللي انت عندك، ممكن يكون بيختلف اللي عندك عن غيرك او عندي. فاحنا بنحاول نشوف كده ايه العجينه في الاخر هتحتاج مننا ولا لا بزياده عن الكوبايتين وربع. بالنسبة بقى للقرنفل، ده أساسي عندي، باحب أوي أحطه على كل واحدة كده من الغريبة. مش عارفة، يمكن دي عادة عندنا قديمة أوي، أو طعمه ميكس كده مع الغريبة مع القرنفل. مش عارفة، في ناس بتحب الموضوع ده، وممكن تزودي حاجة تانية زي ما انت عايزة. أولا طبعا هنزل بالسمنة والسكر، هضربهم. مش محتاجين طبعا عجينة ولا حاجة، الكمية صغيرة. طبعا لو كمية كبيرة عندك أكيد هتحتاجي العجين. لكن باقعد أضرب فيهم كويس أوي، 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 لحد ما يبقوا شكل كده إيه كريمي. بُصّوا الشكل ده هو ده اللي أنا عايزاه. وباوقّف بقى وأنزل بالدقيق كوباية، كوباية. تمام، أعجن شوية بشوية لحد ما يتكوّن عندي عجينة نقول عليها يعني بتلزّق بسيط، فيها شوية تلزيق بسيط، وفي نفس الوقت لمِّت بعضها زي ما أنتم شايفين كده. باعمل لها تيست صغير، باضيف صباعي كده وباشوف لو شققت حواليها يبقى هي كده لسه قدامها شوية انها تتعجن شوية، او نضيف عليها شوية من السمن. بعد كده بقى ببدأ اعملها كور صغنطوطة خالص، يعني يا دوبك كده قطمة البق يعني، عشان كده كده بتاخد شوية، يعني بتفرش شوية في السوا. السوا بتاعنا بقى الرف الوسطاني، وعلى نار متوسطة، وبسيبها 10 دقايق وببص عليها. لو لقيت القاع بتاعها اتلون لون خفيف قوي بسيط قوي عن اللون بتاعها من فوق الأصفر ده، خلاص بطفي عليها وبسيبها ما اجيش جنبها خالص الا لما تبرد تماما، لان هي اوريدي بتبقى يعني عارفين دايبه دوب. بس كده، دي كانت وصفتنا النهارده للغريبة. بجد جربوها، حلوة قوي، سواء بقى بالقرنفل او من غير القرنفل زي ما انتوا عاوزين. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يلا باي باي.